مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة عزيزوفيتش، الوجهة الأولى لعشاق الدوري السعودي ومحبين كرة القدم السعودية. نقدم لكم حلقة جديدة وفيها راح نتكلم عن تحليل مباراة الشباب والاتحاد ضمن مباريات الجولة 33 من دوري روشن السعودي. وقبل أن نبدأ هذه الحلقة أتمنى منكم تتابعون حساباتنا على السوشيال ميديا، وبعد ما تشوف هذه الحلقة سوي لايك واشتراك في القناة عشان لا يفوتك محتوانا الجاي. نبدأ بالحلقة على طول. انتهت مباراة الشباب والاتحاد على ملعب الشباب بفوز الاتحاد بنتيجة 3-2. سجل أهداف الاتحاد موسى ديابي هدفين وبرجوين هدف، وسجل أهداف الشباب كراسكو وجوانكا. ألف مبروك لبطل الدوري، فوز مستحق رغم الغيابات الكبيرة، وهارد لك للشباب. مباراة جميلة فيها 5 أهداف من الطرفين استمتعنا فيها كمشاهدين. بدأ الشباب بتشكيلته المثالية 4-5-1 بتواجد حمد الله وكراسكو وأبو دينيس في خط الهجوم، وغياب بونافنتورا عن المباراة. أما الاتحاد نزل بتشكيلة 4-5-1 وسط غيابات كبيرة ومؤثرة من الحارس إلى الهجوم، وهم رايكوفيتش وسعد الموسى وفابنهو وحسام عوار وكريم بنزيما. افتتح الاتحاد التسجيل من بدري في الثانية 28 من المباراة عن طريق موسى ديابي، وفي الدقيقة 34 الاتحاد يضيف الهدف الثاني عن طريق موسى ديابي. وقبل نهاية الشوط الأول الشباب يسجل الهدف الأول ويقلص الفارق عن طريق كراسكو في الدقيقة 47، وينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة. وفي الشوط الثاني الاتحاد يسجل الهدف الثالث عن طريق برجوين في الدقيقة 57، والشباب يسجل الهدف الثاني عن طريق جوانكا في الدقيقة 66، وتنتهي المباراة على هذه النتيجة. بالرغم أن المباراة كانت تحصيل حاصل للفريقين، وبعد حسم الدوري شارك الاتحاد بالصف الثاني تقريبا وسوى تدوير للاعبين وريح أكثر من لاعب مهم في التشكيلة استعدادا لنهائي كأس الملك أمام القادسية، وأعطى الفرصة للبدلاء. وكانت فرصة للشباب أنه يرد خسارة مباراة الذهاب في الدوري ومباراة الكاس، ولكن في الأخير نجح الاتحاد في تحقيق النقاط الثلاث. لو نرجع لأهداف المباراة، بصراحة أخطأ الشباب بخطة الدفاع المتقدم والاندفاع المبالغ فيه أمام فريق عنده لاعبين سريعين زي برجوين وديابي والعبود في خط الهجوم، ويحبون يستغلون هذه المساحات. والدليل الاتحاد سجل الهدف الثاني والثالث أهداف كلها استغلال لدفاع الشباب المتقدم واللعب على هذه المساحات. من وجهة نظري هدف الاتحاد المبكر هو اللي لخبط أوراق الشباب، وأيضا خروج حمد الله للإصابة أثر بشكل كبير لأنه لاعب مهم ويسجل من أنصاف الفرص. وحاول الشباب يرجع في أكثر من مرة لكن ما خدمته ظروف المباراة. بتكلم عن أفضل محور في الدوري وهو كانتي، ما شاء الله عليه، تحصلوا في كل مكان في وسط الاتحاد. وارجع شوفوا هدف الاتحاد الثالث اللي سجله برجوين، وكيف كانتي افتك الكورة من جوانكا وصنعها لبرجوين. أما بخصوص ديابي بصراحة متعودين منه هو اللي يصنع أهداف الاتحاد، لكن هذه المرة سجل هدفين في المباراة، وأتوقع هذه أول مباراة له مع الاتحاد يسجل فيها هدفين، صححوا لي المعلومة إذا كنت غلطان. برجوين صنع الهدف الثاني لديابي وسجل الهدف الثالث، وقدم موسم كبير مع الاتحاد وكان من أهم عناصر الاتحاد في هذا الموسم. وللمعلومية ساهم برجوين ب19 هدف مع الاتحاد، سجل 12 هدف وصنع 7 أهداف. أما الشباب بعد الخروج من كأس الملك تحس النتائج ما صارت تفرق معه، وما صار يظهر إلا في المباريات الكبيرة، وشفناه أمام الأهلي في الجولة قبل الماضية كيف قدم مستوى كبير ويحقق 3 نقاط مهمة. كراسكو ما زال يواصل تألقه مع الشباب وسجل هدف جميل في مساحة ضيقة، ولو كل عناصر الشباب بنفس جودة كراسكو كانت أموره بخير. ما أنسى مصعب الجويري اللي صنع هدف كراسكو الأول بتمريرة تدل على أنه لاعب كبير، وصنع كور لجوانكا وهارون كمارا ولكن ما استغلوها بالشكل المطلوب. بخصوص أجانب الشباب، لو الموضوع بيدي راح أخلي المدافع وسلي وجوانكا وأبو دينيس وكراسكو وحمد الله، وأبني على هذه الأسامي للموسم الجاي إن شاء الله. أهم شيء الشباب يستقر على مجموعة من اللاعبين ويبني عليهم. وكذا خلصنا من تحليل مباراة الشباب والاتحاد، وانتظرونا بمشيئة الله بتغطية المباريات القادمة في الجولات الجاية من دوري روشن بإذن الله. وفي الختام حتى لا يفوتك محتوانا الجاي، أتمنى منك بعد ما تشوف هذه الحلقة تسوي لايك واشتراك في القناة عشان ما تضيع قناتي وتقدر ترجع لها في أي وقت.
وتأكد من تفعيل جرس التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد في قناتي. في أمان الله.